ظهور سحابة مخيفة فوق سماء وهران. حادثة القيدرقند. رجل يشتري لزوجته نجمة فوق سماء باريس. ويليك مرحبا بكم في أول نشرة لنا اللي هي سام نيوز اللي راح تكون أول حلقة عليها اليوم، والمستوحاة من قناة سيبيا. بما تجوز تقولوا لي بلي راك سارقها من عند سيبيا، مستوحاة من قناة سيبيا ولا مسروقة كيف. وأيضا كثرة الأخبار يسمى ما نطيقش ندير كل خبر ندير له فيديو، يسمى جمعتهم في خبر واحد في فيديو واحد ماشي خبر واحد. نبداو بأول خبر لنا اللي هي ظهور سحابة فوق سماء وهران، واللي هي حدث طبيعي كما يصراو الأعاصير تصرى هذه الغيمة، اسمها ما كاش خوف منها، واللي جات في مدينة وهران وفي مختلف المدن في أنحاء الولايات الجزائرية. طبعا ماشي من بعد جيت تكتب لي في الكومنتير انا نسكن في وهران وما شفتش هذه، كاين ناس في وهران وما شافوهاش، كاين ناس في وهران وشافوها. الاسم العلمي تاع هذه الظاهره وهذه السحابه اللي هو سحابه الماماتسو، وهذه فيديوهات توضيحيه خارج الجزائر اللي اضطرينا نسافروا الى نيوزيلندا بنصوروا لكم هذا المنظر الطبيعي وديروا نجام. الخبر الثاني اللي عندنا لنهار اليوم واللي هو ظهور حادثة أهم من حادثة المروحة، واللي هي حادثة القيدرقند، وهي لشاب جزائري يروي قصة معاناته هو وأصدقائه في كلمة معبرة تداولها رواد التواصل الاجتماعي واللي هي القيدرقند. ملخص القصة أنه كاينين مجموعة من الشباب رايحين يحرقوا في قارب، بصح في نص الرحلة رقد لهم القيد، مما اضطر بهم للعودة إلى بلدهم الأم اللي هي الجزائر. وكي رجعوا للأراضي الجزائرية وهما مازالوا في القارب، جاتهم طائرة مروحية تتربصهم من فوق، وبهذا تم القبض على فرقة القيدرقند. والوجه تاع القيد اللي رقد في هذه الرحلة مازال مجهول لغاية يومنا هذا. الخبر الثاني لنهار اليوم ولا الثالث لنهار اليوم، واللي هو رجل شرى لمرتو في عيد زفافهم نجمة، وماشي أي نجمة، السيد شرى لها نجمة فوق باري. وللأسف انتشر هذا الخبر كالريح في الهواء، ما فهمت أنا، النجوم راهم منتشرين بكثرة في السماء، وانتشرت الحكاية بينه باللي النجوم راهم غاليين. وانا كوني نخدم في قناة صحفية وكوني نخدم صحفي ومحقق في نفس الوقت، قررت ندخل لعلي اكسبرس ونحوس على هذا النجمة شحال دير. وسطها دير رخيصة، قادر تشري زوج نجمات ب1000 راك عادي. لا هي ماشي 1000 راك، هي واحد 5000 زوج نجمات ولا 10000 دراهم هكا، مانيش حاسس شحال راه دولار. وراي كاين نجمة اوكازيو فوق السما تاع مقام الشاهد اللي راه باغي يشريها ولا يكريها سمانة ولا عام ولا راني هنا. تواصلوا معايا في الانستا وندلكم سما شابة. غضب الموالين بسبب عملية الاستيراد اللي قامت بها الجزائر باقتنائها الملايين من الخرفان الرومانية. نترككم مع آخر التطورات وآخر تصريحات الموالين. دمرنا الروماني، دمرنا الدرون ونسبة ولا ما زالش لا دمرنا. انا غلطوا عاملة زور هذا الخبر راح يكون شويه سيريو، واللي راح نقول لكم فيه اللي باللي فلسطين ما زالت تحت القصف، ولازم تقاطعوا ولازم تتضامنوا مع خواتنا اللي راهم في فلسطين. وما تنسوش قضيه ما زالت قضيه مسلمين وقضيه عرب وقضيه انسانيه. تقدروا تكملوا الفيديو. هذا الخبر فاني راح يكون سيريو. هذا الاستاذ طرده من العمل تاعو بسبب انه اعطى تلميذه تاعو ساعه، كما قال ربي سبحانه في هذه الآية: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. وربي سبحانه امبوسيبل يضيع حق المظلومين، وحقك يرجع لك سواء كان في الدنيا ولا في الآخرة. ونروحوا الخبر الأخير لنهار اليوم، وامبوسيبل راح يكون سيريو، واللي هو عن الخلاف اللي دار ما بين البلدين الشقيقين الجزائر والمغرب. سببه شكل الخريطة المغربية، المغرب تقول الصحراء مغربية والجزائر تقول الصحراء غربية. وهذا الخبر يأتي بالعديد من الأحداث. الحدث الأول اللي هو انسحاب اتحاد العاصمة من المواجهة التي كانت تجمع بينها وبين نهضة بركان، وسببها خلاف في شكل الخريطة كما قلت لكم. وأيضا ديدين يخرج عن صمته بلايف ويقول فيه أن الصحراء غربية، وتخلطت ما بين سبيستون والمغرب. وبالك واحد الكاروس بورسو باللي العالم راح يشهد بيف ما بين الدولتين الشقيقين المغرب والجزائر في اطار الراب. وهذه عبسه بزاف شابه في اطار الراب، باسكو راح يخرجوا بزاف دي رابور صغار يبانوا بسبه هذا البيف. وهذا ما كان عندنا في فيديو اليوم في اخبار اليوم سام نيوز. وإلا عجبك هذا النوع من الفيديوهات دير لنا جيم واكتب لنا في الكومنتات عجبني، بنزيدو نديرو فيديوهات واحد اخرين كيما هذا.
بشراكة مع لاناسا وشركة بيع النجوم راح ندير لكم جيف اواي على 3 نجوم. ويا عزيزي المشاهد ماشي نجمة وحدة ولا زوج بل 3 نجوم عزيزي المشاهد. واش راك تستنى؟ دير لي ابوني. شروط المسابقة دير لي ابوني ودير ابوني شركة ناسا اللي راني مطاقيها ودير ابوني كذلك شركة بيع النجوم اللي راني مطاقيها وتعلق لنا بكلمة تم ومبروك راح تدخل معنا في السحب مباشرة.